ركز معايا. جالي امبارح كومنت بيقول على الفيديو اللي بيقول ان احنا ما ينفعش نركب ضرس مخلوع على ضرس واحد بس كتركيبه ثابته، وبيقول لي انت كلامك غلط لان انا عامل الموضوع ده ومركب ضرس على ضرس ويبقى له فتره طويله، بس هو كل فتره كده بنشيله وننضفه ونلزقه تاني والدنيا ماشيه زي الفل. فبالتالي انت كلامك غلط. طيب اللي انا عايز اقوله يا جماعه ان الطب ده علم، وعلم كبير قوي، وكل واحد، احنا اجسام بشريه وربنا سبحانه وتعالى خلقنا باختلافات كبيره جدا، وكل واحد بيأثر عليه فاكتورز وعوامل مختلفه تماما عن الباقيين. تمام؟ فبالتالي العوامل اللي بتأثر عليك غير اللي بتأثر عليا غير اللي بتأثر على كل واحد، مع اختلاف اجسامنا واختلاف طباعنا واختلاف حاجات كتير قوي. طيب امال احنا بنظبط العلم ازاي وبنظبط الطب ازاي؟ ببساطه بالتجارب العلميه، بطرق معينه، بتحييد فاكتورز معينه، بطريقه معينه في البحث العلمي، بيطلع لنا في الاخر ان الطريقه الفلانيه في علاج المرضى هي انسب طريقه واحسن طريقه واكتر طريقه صحيحه وبتدينا نتائج كويسه. فعن طريق البحث العلمي المظبوط الماشي بشكل كويس بضوابط علمية مظبوطة، بنطلع في الاخر الطرق اللي احنا بنقدر نعالج بيها المرضى. فما ينفعش نقيس على تجربة فردية اللي يمشي على كل المرضى. فبالتالي انا لما بتكلم على اساس علم وعلى اساس كتب وعلى اساس مراجع وعلى اساس ابحاث علمية بتقول لنا الصح كذا والغلط كذا. ما ينفعش نقيس على تجربة فردية نهائيا، لان احنا كلنا بينا اختلافات كبيرة قوي. انا دكتور محمد نجيب زيادة، وده مركز مصر طب الاسنان. لو عندك اي اسئلة سيبها لي في الكومنتس ونجاوب عليها باذن الله. سلام.